فقرات برنامجنا. يمكن جامعة قناة السويس يعني جامعة نشيطة جدا، بتتمتع وبتتميز بجميع الأنشطة المختلفة بالنسبة للطلبة وطلبة الدراسات العليا، وكمان عندهم أنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، أنشطة ترفيهية، عندهم مؤتمرات وعندهم تدريبات. يعني نشاط مميز جدا لجامعة قناة السويس. كان آخرها وكان لمدة يومين مؤتمر الدراسات العليا والبحوث، وكان بعنوان الذكاء الاصطناعي آفاق وتحديات، وده كان خاص بطلبة الدراسات العليا. هتكلمنا أكتر عن هذا المؤتمر ضيفتنا العزيزة الدكتورة هبة محمد الدناصوري، أستاذ مساعد في كلية الزراعة ومستشار اللجنة الاجتماعية بالجامعة، رئيس لجنة الاستقبال والمراسم، ومسؤول تنظيم حفل الافتتاح والختام بمؤتمر الدراسات العليا. أهلا بك يا دكتورة هبة، اهلا صباح الخير. بحضرتك، اهلا صباح النور. طيب، تكلمينا أكتر عن المؤتمر اللي هو بعنوان الذكاء الاصطناعي آفاق وتحديات. دورك فيه كان إيه؟ إزاي حضرتي له؟ كمان الصعوبات اللي واجهتك من خلال المؤتمر. تمام، هو المؤتمر كان الاسبوع اللي فات لسه من يومين، كان اه بدأنا يوم الاثنين، كان 29 29 و30. و30. تمام اوكي. زي ما حضرتك قلتي. هو مستهدف بيه طلبة الدراسات العليا. نعم. يمكن احنا من شهرين او 3 شهور كان عندنا زيه، بس كان مم. طلبة مم. الطلاب اللي هم اه. الاندر يعني. مم. لكن كان بحوث طلابيه، لكن ده دراسات عليا، فالمستهدف بيه مم. بالاصل لطلبه الدراسات العليا في الجامعه. مم. الحمد لله كان مؤتمر ناجح جدا مم. واخد يومين، مم. وكان فيه فعاليات كتيره قوي. مم. واستقبلنا جامعات كتيره وطلبه كتير. الحمد لله كانت المشاركه فعاله جدا يعني. كم جامعة يا دكتور؟ 31 جامعه تقريبا. 31 وكان جامعة. في مشاركات حلو. اونلاين، وكان في بث مباشر. لا، المؤتمر كان على مستوى عالي اه الحمد لله يعني. حضرتك رئيس لجنة الاستقبال والمراسم بقى، تمام. قمتي بمجهود والله مش لوحدي رهيب. يعني. يعني اه. الحمد لله احنا اه. يمكن دي تاني مره. احنا مم. اشتغلنا قبل كده السنه اللي فاتت في البحوث الطلابيه في مم. 23. مم. بس كانت لسه التجربه، كانت اول تجربه ليا. مم. السنه دي من 3 شهور كنا في شهر مايو عملنا البحوث الطلابيه، وكان ناجح جدا. مم. كان ناجح برضو جدا. وعشان الحمد لله حققنا نجاح حلو قوي في البحوث الطلابيه، فطلبوا مننا ان احنا نعمل بقى دراسات العليا. دراسات عليا. فطبعا مم. فكره مم. الاستقبال والتنظيم مم. عموما يعني. مم. ديتيلز بقى. ففكره ان طبعا اكيد، ديتيلز ادق التفاصيل بالظبط، طبعا عشان وتحضير نجاح المؤتمر برنامج طبعا. واستقبال الناس. هنستقبلهم مم. ازاي، مم. مم. هنظبط المسرح ازاي، البرنامج نفسه اللي بيتعرض، مم. الفقرات، طبعا. المقدمين اللي بيقدموا، ده مم. جزء من شغلنا برضو. مم. بنختار مم. مقدمين مم. وبيتدربوا. كان مم. معانا جزء يعني هنتكلم، مم. يمكن اقول لحضرتك عليهم بعدين. مم. كان معانا يعني جروب كان مم. حلو قوي. فكل التفاصيل دي هي تعتبر يعني كل التفاصيل، كل مم. الديتيلز مم. كانت كده. مم. يعني تفاصيل. طيب. تمام. طيب، الهدف ايه من المؤتمر؟ يعني هو هو مؤتمر الذكاء الاصطناعي هو افاق ده ده يعني ايه العنوان، الهدف؟ ده العنوان. مم. احنا عندنا على مستوى الكليات بيبقى فيه الاول مؤتمرات على مستوى مم. الكليات، برضو خاصه بالذكاء الاصطناعي. بيتم تصعيد، بيقدموا ابحاث طبعا طلبه مم. الدراسات العليا. بيتم تصعيد يعني بيبقى فيه زي مسابقه، وبيبقى فيه مراكز اول وثاني وثالث. مم. وبعد كده بقى بيطلعوا المؤتمر الكبير بقى اللي هو بتاع اه. الجامعه. ايوه. منافسه مم. وعرض. يعني احنا غير الاستقبال والمراسم والافتتاح مم. والختام، لا ده في فعاليات جوه القاعات. مم. بيتوزع. احنا عندنا يمكن 4 مسارات او 4 قطاعات. عندنا قطاع العلوم الانسانيه، قطاع الطبي، قطاع الهندسي، قطاع العلوم الاساسيه. كل دي مم. ابحاث بتتقدم في ال4 قطاعات. مم. ويمكن عندنا بوسترز اللي هي الملصقات، الابحاث اللي هي مم. الملصق، وعندنا الشفوي الاورال. مم. فلا الموضوع يعني مم. متشعب. كله طبعا كان تحت عنوان الذكاء الاصطناعي. اه. وبيتم بقى فيه لجان تحكيم طبعا. يعني بالظبط. طبعا. وبيتم التصفيه، وفي الاخر مم. خالص باخر اليوم تاني مم. يوم اعلنا النتائج. طب احنا هنعرف النتائج بعد ما تكلمينا برضو عن دور اتحاد الطلاب. انا سمعت ان اتحاد الطلاب كان ليه دور مهم واساسي جدا في المؤتمر ده. واتحاد الطلاب دي حقيقة دايما معانا يعني في مم. شغلنا. مم. بنعتمد عليهم بشكل كبير. يمكن رئيس الاتحاد كريم عبد الباري، يمكن دي 3 سنة ليه رئيس الاتحاد مم. طلاب. فطبعا عنده خبرة، اه. ما شاء الله عنده يعني خبرة هو يعني. من سنة أولى وهو لا هو خلاص، هو ده خلاص ده بيتخرج. بيتخرج. بس دي 3 سنة ليه تالت سنة معانا. ليه، يعني من سنة رئيس تانية اتحاد. مثلا. ويمكن قبلها رئيس كمان اتحاد كان، مثلا. بس انا ما حضرتوش يعني ساعتها. اه. بس كان ساعتها برضو في اللجان اه. العليا وكده. اه. فكريم يعني مم. معروف قد ايه مم. هو شاطر مم. ورئيس اتحاد، والطلبة بتحبه جدا مم. وليدر يعني. اه. طب فهو كلية ايه طب. كريم؟ طب بسم الله ما شاء طب الله. ما طب هي بشري. بشري.
وفاضي. ولا طب بس شاطر كويس. يعني ما شاء الله طب عليه. والله لا ما شاء ممتاز. الله عليه. ممتاز ممتاز. فبس فالفكره ان احنا دايما بنستعيد باتحاد الطلبة. اكيد. ومعانا حد زي كريم، فكريم ما مم. شاء الله خلي بالك اتحاد الطلبه ورئيس الاتحاد لازم يكونوا على قد المسؤوليه يعني. اكيد طبعا فكريم اكيد على طبعا قد طبعا. المسؤوليه هو والتيم اللي معاه. مم. فاكيد مش اول مره يعني نستعين بيهم، استعنا مم. بيهم في حاجات كتيره جدا واشتغلنا مع بعض كتير يعني. مم. احنا هم بيبقوا معانا من الاول خالص يعني. انا من اول التحضيرات خالص في الاول بقى يعني. اول ما بنقول هنعمل مؤتمر ببتدي نجتمع الاول، بنجتمع مع اللجنه العليا الاول، وبعد كده انا بقى بما اني ماسكه التنظيم بجيب التيم كريم والتيم اللي معاه، ونبتدي بقى نوزع المهام. بيحضروا معانا بروفات، يمكن جزء بتاع توزيع الايديات والشهادات اي حاجه اي حاجة. ليها طبعا، ومن غيرهم على فكره ما مش حاجه هتتم يعني. بس هي مساله توزيع ادوار يعني. وكمان يا دكتوره هبه اعتقد ان هم بيكتسبوا خبره. طبعا اه اكيد، وكل مره احسن من اللي قبلها. طبعا يعني احنا يعني ده اشتغلنا هم كذا كده مره مع بعض. بيتدربوا تدريب عملي اكيد بشكل اكيد كل كبير. مره بيبقوا منظمين اكتر، وكل طبعا. مره خلي بالك يعني حضرتك كل مره بيقابلنا حاجات بنحاول المره اللي بعدها ان احنا نتلافاها. زي ايه يعني؟ ايه الصعوبات اللي حاجات ممكن كتيرة في تكوني التنظيم يعني. فكرة كل مرة لازم بص يعني في حاجات كده بتبقى ساعات خارجة عن إرادتنا. صحيح. بس انا ازاي عارفه. ننظم، وازاي هنظبط الشهادات، وازاي هنوزع المسرح، وازاي والالتزام بقى بالمواعيد، لأن الموضوع ده مهم قوي. طبعا التزام اه المواعيد وترتيب كمان. ده بالظبط كل ده ده بنعمله. لا بياخد وهم بحث. لازم يبقوا ملتزمين. اه لو مش ملتزمين معانا الشغل مش هيتم يعني. مم. طيب تفتكري هل ده بيأثر يعني الخبرة والتدريب ده بيأثر على حياتهم الاجتماعية بعد كده؟ طبعا. انا هقول لحضرتك حاجه. انا يمكن دلوقتي انا شغاله في الانشطه في الجامعه، مستشار اللجنه الاجتماعيه، ويعني حاليا بشارك في الانشطه بشكل كبير. بس يمكن انا لما كنت طالبه ما كنتش كده، ما كنتش بشارك ما في الانشطه كنتيش بتشاركي؟ خالص. ايامينا ما كانش ده الاهتمام، وكانت مذاكره وبس. اه وما بس كانش كان في الجامعه أسر كان في، كتيرة بس جدا، يمكن ما وأسر دي كانش مش بتعمل بالشكل ده، مش أنشطة. بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي. يمكن طب يعني دي رئيس حاجة كويسة الجامعه على فكرة. السيد الاستاذ دكتور اه ناصر مندور ودكتور محمد عبد النعيم مم. نائب رئيس الجامعه مهتمين قوي بالانشطه، وده واضح قوي. يمكن الجامعه الفتره اللي فاتت دي مهتمه جدا بالانشطه. فهل الانشطه بتاثر؟ بتاثر في شخصيه الطالب. بتاثر. الطالب اللي بيشتغل معانا في الانشطه وبينزل معانا، طب والمتطوعين على فكره احنا مش بس اتحاد طلبه، ايوه في ايوه متطوعين ايوه كمان طب اللي بينزلوا معانا، اكيد شخصياتهم بتبقى مختلفه تماما. اكيد. الاحتكاك يعني. طيب هنكمل كلامنا يا دكتورة هبة، لكن معانا اتصال تليفوني مع الأستاذ الدكتور تامر شوقي، مقرر المؤتمر، مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة، ووكيل كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس. أهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور استاذ سحر، اهلا بحضرتك. أهلا بيك. طيب أنا بس كان ليا تعليق على عنوان المؤتمر. لماذا تم الاختيار على هذا العنوان، الذكاء الاصطناعي آفاق وتحديات؟ تمام، اهلا بحضرتكم. يعني احنا اهلا دكتوره هبه ديناصوري. اهلا يا دكتور. يمكن احنا قعدنا اكتر من حوالي 8 ساعات بنختار في عنوان المؤتمر في احد الاجتماعات. ايوه. لقينا ان احنا بنستمد العناوين بتاعتنا من الاهداف العالميه عندنا في الفتره دي. كان عندنا مؤتمر الكوب 28 كان بيتكلم على الذكاء الاصطناعي وتحقيق اهداف التنميه المستدامه، واحنا المؤتمر بتاعنا السنه اللي فاتت كان بيتكلم على تحقيق اهداف التنميه المستدامه. فقلنا هناخد العنوان الخاص بالذكاء الاصطناعي ونشوف افاقه وتحدياته فيما يخص تحقيق اهداف التنميه المستدامه. من 2015 والعالم كله بيحاول يحقق 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه. لما دخل الذكاء الاصطناعي خلال ال5 سنوات الاخرى لقينا ان هذه الاهداف بيتم تسريع تحقيقها، فبالتالي انتبهنا لاهميه الذكاء الاصطناعي من افاقه وتحدياته لتحقيق اهداف التنميه المستدامه، واطلقنا العنوان لكل قطاعات الجامعه والتخصصات المختلفه، وكان شيء يعني مميز لنا في هذا الامر. بالتأكيد دكتور تامر، استخدمتوا الذكاء الاصطناعي في إعداد معلومات المؤتمر، في الإعلان عنه يعني بالتأكيد. يمكن حضرتك احنا عملنا برضو حاجة تحاكي الهدف بتاعنا، ان احنا خلينا شخصية تم تخليقها بالاي اي، يمكن سميناها زين، وهي كانت اللي بتعلن عن المؤتمر. ويمكن حضراتكم شفتوا الفيديو الخاص بالاعلان عن محاور المؤتمر واهداف المؤتمر ومواعيد المؤتمر، سواء كان الميعاد استقبال الابحاث او الاغلاق او مواعيد الرد على
المشاركين والموقع اللي كان بيستقبل الابحاث، كل ده كان شخصيه بتاعت زين هي اللي بتطلق هذا الاعلان. دكتور تامر، الذكاء الاصطناعي بيغزو العالم في كل المجالات، يعني ده اختراع رهيب جدا وسلاح ذو حدين. مما لا شك فيه، علشان كده احنا بنحاول نلقي الضوء على اهميه الذكاء الاصطناعي. سلاح زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ذو حدين. احنا حابين نوصل للجانب الايجابي من استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، زي ما حصل كده في المدن الذكيه القائمه كلها على الذكاء الاصطناعي، بتوفر في الطاقه، بتحمي البيئه، بتزيد من الاستهلاك المسؤول الى اخره من هذه الامور. لكن على الجانب الاخر في فعلا مساوئ الذكاء الاصطناعي، يعني الصور المزيفه، الاحاديث المزيفه الى اخره من هذه الامور. قد يكون احد المساوئ الذكاء الاصطناعي هو عدم القدره على تبين الحقائق الا بطرق متخصصه. صحيح. في الفتره القادمه احنا حابين يكون في تشريع قائم على استخدام الذكاء الاصطناعي بضوابط وقوانين محدده، علشان يقدر الجميع يشعر بالميزه ويحد من المخاطر بتاعته. بنتمنى ده يا دكتور تامر طبعا. ويعني كل وسائل التكنولوجيا فيها مميزاتها وليها عيوبها يعني. فاحنا ازاي احنا ناخد بالمميزات ونبتعد تماما عن العيوب بتاعت كل وسائل التكنولوجيا، من ضمنها طبعا الذكاء الاصطناعي اللي بقول لحضرتك هو بيغزو العالم. يعني كل حاجة دلوقتي بتتعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، حاجة خيالية. يعني أنا بشوف صور وبشوف حاجات للذكاء الاصطناعي، لا بقول إزاي ده حصل يعني. طيب، أنا عارفة إنه في جامعات كتيرة اشتركت في المؤتمر السنة دي يا دكتور. لا، احنا الحمد لله السنة دي يعني حطمنا أرقام كتيرة جدا موجودة في الجامعة عندنا. يمكن كان أكبر رقم موجود عندنا في المؤتمر الطلابي السابق اللي كان في شهر مايو 7 مايو، كان حضر عندنا 18 جامعة حكومية وأهلية وخاصة. مؤتمر الدراسات العليا احنا عندنا 31 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ودولية كمان. 31 جامعة. دكتورة هبة 31. 8 من ده رقم كبير يا دكتور؟ رقم كبير جدا بالنسبة لنا. احنا أول مرة نتعامل مع هذا العدد من الجامعات. مؤتمر الدراسات العليا في السنوات السابقة كان بيكون مقتصر على الكليات داخل الجامعة ومشاركة جامعات أخرى بصورة شرفية. المرة دي أنا عندي التنافسية كانت أعلى، وبالتالي كمية الأبحاث اللي دخلت عندنا كانت مميزة والتنافس كان كبير. كام بقى يا دكتور؟ ده سؤال أخير، كام بحث؟ طيب الأبحاث اللي كان عندنا 90 ورقة علمية متقسمة لحوالي 16 بحث عرضه في طريقة الملصقات البوستر، وحوالي 41 بحث تم عرضه داخل القاعات الأربعة للأبحاث الشفهية للقطاعات الأربعة: قطاع العلوم الإنسانية، قطاع العلوم الطبية أو الصحية، قطاع العلوم الهندسية، وقطاع العلوم الأساسية. كان عندنا 7 رسائل ماجستير وعندنا 6 رسائل للدكتوراه. طبعا يعني ده عدد كبير يا دكتور بالنسبة للمقارنة بالسنة اللي فاتت. طبعا مجهود يشكر عليه يعني كل القائمين وكل العاملين في جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة. وأنا كنت بقول للدكتورة هبة أنه فعلا جامعة قناة السويس متميزة جدا بالأنشطة المختلفة وبالمؤتمرات العديدة اللي بتقدمها على مدار السنة، سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور تامر شوقي مقرر المؤتمر. شكرا جزيلا يا دكتور، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. طيب، كنا بنتكلم عن مشاركة الطلبة وخاصة المتطوعين في المشاركة في عملية التنظيم للمؤتمر، وهل المشاركة دي بتنعكس بإيجابية على الحياة الاجتماعية؟ أكيد ده عليهم اجتماعيا. السكيلز بقى اللي بيكتسبوها، كمان فكرة الالتزام. أنا بيفرق معايا قوي موضوع الالتزام ده. حضرتك دكتورة ملتزمة جدا يعني بحاول. لا، واضح من شخصيتك. لا بحاول يعني. الالتزام ده مهم جدا في الحياة بالنسبة لي. هو ده يعني. طبعا. هو ده يعني الالتزام هو النجاح.
بالظبط. صراحه. ففكره ان انتوا تبقوا ملتزمين خلاص كل حاجه هتتظبط بقى، يعني التزمنا بالكلام، التزمنا بالميعاد، التزمنا بالتوجيهات اللي خدناها، خلاص يبقى كل حاجه ان شاء الله هتمشي كويس. الا اذا كان في امور ده خارجه لازم عن على فكرة الاراده. بيحصل. لازم بيحصل لا طبعا. لا دي حاجه تانية. بس بقى احنا ازاي ندير الازمات بالظبط، يعني، ما دي بقى دي حاجه بالظبط زي ما حضرتك دي بتقولي، لكن مهمه هي برضه. فكره بالظبط. بس احنا في الاول بنحط شغلنا وبنحط نشوف هنعمل ايه. الطلبه كانوا بيتعبوا معانا جدا لان احنا بننزل بروفات وبنتاخر. حتى المطبوعات يعني احنا بنروح بيجوا معانا واحنا بنستلم المطبوعات، بيفرزوا معانا المطبوعات اللي هي الشهادات والايديهات بتاعه المشاركين. فشغل يعني هم بصراحه بيبقوا موجودين معانا في كل توزيع البريك، ابسط حاجه موجودين معانا في كل التفاصيل بجد يعني. فعشان كده انا بقول من غيرهم لا يبقى اكيد الدنيا مش هتمشي كويس يعني. اكيد لازم بيبقى في تعاون ما بيننا، طبعاً. الصغير مع أكيد. الكبير، أكيد. يكتسبوا خبره. أكيد. ده حاجه جميله جدا. أكيد. طيب كلميني بقى عن الابحاث ومين اللي فاز طيب بالبحث الاول، المركز الاول هو انا والثاني الديتيلز والثالث. دلوقتي بص هقول لك حاجه. احنا بنشتغل تقريبا يومين. انا يمكن شغلي اكتر تنظيمي، مرتبط بالتنظيم. لا لحظه اعلان النتائج دي يعني بتبقى زي مفاجاه. فانا بستلم الظرف مقفول تمام، وبعدين بدي بقى للمقدمين. عندنا مجموعه يعني عايزه ان شاء الله كده دكتوره هبه؟ لا طبعا بيتفتح في وقت معين. بنبتدي نجيب بقى المقدمين، هنشوف هنعلن ازاي. عشان ابقى دقيقه واقول لك بالظبط انا مش فاكره قوي، بس احنا لان ده تمام بيحصل في اخر يمكن ساعه ولا حاجه في حفل الختام بقى طبعا. يعني هو اللجنه العليا واللجان بتبقى يعني بتسلم الظرف، واللجنه العليا بيبقى معاها، وبعدين بنستلمه في اخر لحظه. فانا والله ولا حتى بلحق يعني اركز. لا احنا احنا بس بنفرغ ونشوف هنقول مين هيعلن مين هيعلن ايه. فده يمكن لكن ما تعرفيش مين الجامعات اللي فازت كمان يعني؟ لا احنا كان معانا جامعه اسكندريه فازت. وكان معانا من جامعه عندنا انا فاكره كويس قوي ان كليه طب الاسنان فازت بجايزتين، كليه الطب البشري طب كليه زراعه فازت بس مش فاكره المركز. كليه التجاره لا في يعني في وكان في ما شاء الله نتائج ممتازه يعني. طيب دكتوره هبه، تنصحي بايه بقى الطلاب اللي هم محتاجين ان هم يشاركوا في الفعاليات دي؟ والله احنا عندنا الجامعه بترحب اصلا بالطلبه، وبنبقى عايزين طول الوقت ان الطلبه تيجي تبقى موجوده وبتشارك. وده دي حاجه بيحبها دكتور محمد، دكتور ناصر منور يعني بيبقى بيحس عليها، ودكتور محمد عبد النعيم. طبعا المؤتمر ده كان تبع القطاع الدراسات العليا، كان دكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا. فاكيد دي حاجه بتساعدنا، هي فكره ان الطلبه تبقى مقبله انها تيجي تشارك معانا وانها تيجي في التنظيم، دي حاجه تساعدنا. لكن كمان عشان المؤتمر ده خاص بالدراسات العليا، فاحنا كان هدفنا بقى المره دي ان الموضوع يبقى مختلف شويه. يمكن احنا في المؤتمر اللي فات انا كنت ماسكه برضو التنظيم، كنت ماسكه المقدمين اللي احنا بندرب المقدمين. احنا ما بنختارش اي حد، ومش اي حد بيطلع كده طبعا خالص. فكنا عاملين زي الجان، وبيقدم لي بيجوا يتقدموا لنا ويجوا يشوفوني وانا يعني حضرتك ممكن تشوفيني وانا بقدم، بقعد مع مجموعه كبيره، وبعدين في الاخر بنصفي وبنختار ناس معينه. ده في البحوث كنا اخترنا طلبه جامعات عاديين، فرق اولى وثانيه وثالثه ورابعه. كان معانا مجموعه هايله المره اللي فاتت شهر 5 هايلين بجد. المره دي بقى كان هدفنا مختلف، كان هدفنا لا اللي يقدم المؤتمر يبقى طالب الدراسات العليا. فده اللي حصل طبعا. فكان معانا عمرو متولي، ده كان في كليه ألسن، طالب ماجستير، كان هايل. ده كان بيقدم باللغه الانجليزيه، كنا بنقدم باللغتين العربي والانجليزي. كان معانا عليا طالبه دراسات عليا طب بيطري ممتازه. وكان معانا اكرم بقى، دي بقى يمكن النقطه المختلفه. احنا كان معانا وافدين، طلبه وافدين من جامعات. فكان معانا اكرم من سوريا، ده طالب ماجستير طب اسنان هايل. وكان معانا احمد عباس من السودان. بننزل بروفات، يمكن كنا بننزل بروفات. والاختيار موفق جدا يعني. لا كانوا هايلين، لا وافدين، لا وهايلين، ومش بس لا كانوا هايلين بجد يعني. وكمان احنا بنقدم كده رساله للعالم، دي حقيقه، ان مصر بتحتضن الجميع. لا وهم مندمجين ومبسوطين طبعا مصر اكيد مصر. طيب تكلمينا عن حفل الختام يا دكتوره هبه. وعايزه اقول يعني هو المؤتمر ده خاص بالدراسات العليا. انا في مؤتمر قبل كده اتكلمت عنه وكان خاص بالدراسات والبحوث، وكانوا بيقولوا لي ان في مخترعين ومبتكرين ومبدعين كمان. دي فعلا دي حقيقه دي حقيقه. في دايما في المؤتمر الطلاب بيبقى في دايما جزء كده للابتكار.
دي حقيقه، اللي احنا عندنا والجامعه عندنا بتشجع على ده، وعندنا يمكن رعايه ليهم مخصوص يعني. وخاصة في الكليات العملية، دي زي حقيقه، زراعة، هندسه، زراعه، حاسبات، زي الكليه طب المصريه بيطري، زي الصينيه. طب بشري، زي بالظبط كلية وبيبقى في صينية. بالظبط. اه ففي ويمكن دلوقتي كمان في شركات بتيجي وبتشوف بترعى يعني الحاجات اللي زي كده. طبعا عندنا ده. بالنسبه للحفل الافتتاح والختام، احنا كان عندنا حفل افتتاح مميز جدا الحمد لله، وكان عندنا شخصيات كبيره موجوده. وبعدين النص التاني من اليوم احنا عندنا بنفتتح، وبعد كده الناس بقى بتبتدي كل الدكاتره كل الطلبه يبتدوا يتوزعوا مختلفه عشان بقى يعرضوا ابحاثهم. وبعدين بنرجع بقى، رجعنا على حفل فني. كان عندنا حفل مميز جدا. كان عندنا فرقه الفنون الشعبيه بقياده كابتن شريف مبارك، كانت هايله. فرقه الفنون الشعبيه الخاصه بالجامعه بالجامعه، ايوه بالظبط. كابتن شريف على طول معانا، وكان معانا عرض من السفاره الاندونيسيه. الله، ده كان هايل برضه. كان حلو جدا جدا. كانوا برضه معانا، وكان في مسرحيه كمان. فكانت هايله يعني. من حفل الختام كان ده مش كانش ختام، ده كان النص الثاني. النص الثاني من اليوم الاول. تاني يوم كان عندنا حفل الختام. كان عندنا عادي يوم في سيشنز كتير. كان دكتور جمال مصري كان داعي كذا هيئه ليها علاقه بالدراسه بقى خارج مصر، عشان الباحثين يتعرفوا، لو حد عايز يطلع سكولرشيب، حد عاوز حاجه زي كده. فكانت هايله جدا وكانت مفيده جدا. بس سكولرشيب من خلال الجامعه ولا من لا خلال الجامعه؟ بالظبط، من خلال الهيئات كمان المختلفه، زي البريتش كونسل وزي الداد مثلا، عشان الطلبه بتبقى عايزه تعرف. يا طلبه الدراسات العليا بالذات بيبقوا عايزين يعرفوا الابلكيشن وامتى وايه البرامج المختلفه، وازاي يقدم ويعمل ايه بالظبط، وايه الشروط، ايه الاستفاده هل محتاج ياخد لغه، هل هيروح وهيرجع يدرس في الجامعه. واحنا دايما بنبقى هدفنا ان احنا نقول لهم روحوا وارجعوا يعني. طب هم لو راحوا سكولرشيب يقدروا يرجعوا يدرسوا في الجامعه؟ ما هو يعني على حسب. لو هو كادر بيروح ويرجع طبعا على مكانه. لا، لو يعني اللي انا اعرفه انه لو الجامعه رشحته اوكي بيرجع. طبعا. لكن لو هو مع نفسه بس هو السفر في حد ذاته يعني خبره كبيره ومكسب طبعا لاي حد يعني. طبعا اكيد. وبعدين بقى النص التاني كان عندنا حفل اعلان النتائج، وده بقى بيبقى فيه السسبنس كله بقى. طبعا بالظبط. وانا بقول لحضرتك مفيش بقى فقرات فنيه ومفيش لا مفيش الكلام ده. لا مفيش الكلام ده. هو كله بيبقى قاعد مترقب ومستني. وزي ما بقول لحضرتك احنا مبقاش عارفين يعني في اخر لحظه بنبقى عارفين. عشان كده انا مش مركزه في الديتيلز قوي. كنت مركزه بس المقدمين يبقوا عارفين بيقولوا ايه. طبعا في الشغل بتاعك، في شغلك، في ويبقوا عارفين بيقولوا ايه وهيطلعوا يقولوه ازاي وهيعلنوا ازاي. فاعلنا، فالحمد لله كان عندنا جوائز، وعندنا كمان افضل بحث. جوائز ماديه ولا جوائز معنويه؟ كان في جوائز ماديه، وكان في بقى بعد كده على مستوى المؤتمر افضل بحث اورال شفوي، افضل بحث بوستر، افضل رساله دكتوراه، افضل رساله ماجستير. كل دي حاجات اعلن عنها يعني. والحمد لله المؤتمر بجد والله كان ناجح الحمد لله. يعني تقييمك ايه بقى المؤتمر ككل؟ لا راضيه طبعا جدا. الحمد لله. اكيد كل مره بيبقى لازم يبقى في حاجات كده، بس احنا بنتعلم منها يعني. بس في مجمل لا، انا راضيه عن التنظيم، راضيه عن الشباب اللي كانوا شغالين معايا، راضيه عن فريق التقديم اللي كان شغال معايا، راضيه عن التيم بقى اللي كان حواليا انا. استاذه فاطمه، وطبعا كريم زي ما انا قلت، وكل اللي كانوا شغالين معايا. فلا الحمد لله. والمؤتمر ده بيقام سنويا يا دكتوره؟ سنويا. سنويا. احنا عندنا مؤتمرين مهمين جدا، مؤتمر البحوث الطلابيه ومؤتمر الدراسات العليا. تمام. يعني احنا عايزين مزيد من المؤتمرات، وده بيشجع الطلبة على فكرة، بيشجع الطلبة والطالبات على الابتكار والابداع والتفوق. اكيد. يعني فكره ان انا ادخل منافسه، وان انا اعمل بحث كويس وادخل بيه، ويبقى عندي جرأه ان انا ادخل بيه، لان بتبقى الابحاث كتير على فكره، ومنافسه يعني انا نسيت اسالك، هي ابحاث فرديه ولا ممكن تبقى في ابحاث كده جماعيه؟ لا هي غالبا جماعيه. بيبقوا جروب شغالين مع بعض، وساعات بيبقوا كليات على فكره بيشتركوا مع بعض. هندسه مع زراعه دايما بالظبط مع بعض. بيدخلوا، وده بيشجع يعني، بيشجعهم. وفكره ان انا ادخل واخد التجربه وادخل منافسه وحتى اكسب او ما اكسبش، دي بحد ذاتها دي خبره يعني. اكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا. الدكتورة هبة محمد الدناصوري، أستاذ مساعد في كلية الزراعة، مستشار اللجنة الاجتماعية بالجامعة، رئيس لجنة الاستقبال والمراسم، ومسؤول تنظيم حفل الافتتاح والختام بمؤتمر الدراسات العليا والبحوث. شكرا جزيلا دكتورة هبة، بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، هنروح معاكم لفاصل وبنرجع تاني.